لأن فنهم أصيل وجميل. وحقيقة مش بس مثلا عمان، يعني كل دول الخليج احنا ناخذ شيء من الكويت شيء من السعودية، كلنا نتبادل فيه، وهذا شيء ممتاز وطيب. كذلك لما يصير التوالف بين دول المغرب العربي، هذه طبيعي، انتم جيران في النهاية يعني. نعم تمام. فالواحد يستمع من هنا ياخذ من هنا وكذا. لكن عموما كابتن، هذه البطولة شوي يعني دخل المنتخب المغربي مثل ما انت تفضلت انه قالوا ان المغرب صعب انها تفوز على كرواتيا وحتى التعادل حقيقه، وتعادلنا. بعدين قالوا لا احنا تعادلنا مع كرواتيا بس الان صعب ان احنا نفوز على بلجيكا، راح نخسر، فراح نعوض ان شاء الله احتمال كبير امام كندا. لا، وفزنا على بلجيكا. فكان المنتخب المغربي من مباراه الى اخرى قاعد يقدم ويسطر أروع أمثلة القتال والروح المعنوية العالية والروح العالية والفنيات. يعني أنا عجبني من مدرب كابتن ركراكي إلى اللاعبين إلى حماس الجماهير، إلى ما وصلنا إلى مباراة إسبانيا. مباراة إسبانيا كابتن، ما بعرف إذا أنت واحد منهم أو لا، احنا كنا نقول مني نفس انه يا رب ان المنتخب المغربي يوصلها للوقت الاضافي او حتى ركلات الترجيح. لكن اللي شفناه في المباراة كان في استفسال، في قوة قريبة. نعم نعم، لأنه هو الأستاذ خالد، المنتخب الوطني المغربي في العهد ديال وحيد خليلوجيج والعهد ديال وليد الركراكي، يعني نفس المنتخب نفس اللاعبين، يعني في نفس الأجواء اللي كان كيعيشها المنتخب الوطني المغربي. هنا كيبان لك بأنه دور مدرب، أو احنا كنسموه الناخب اصلا، يا الافضل ناخب وطني مش مدرب، لانه مدرب هو اللي كيدرب طبعا فريق طول السنه، اما هذا ناخب وطني. فالركراكي صراحه اعطى واحد الطابع خاص للمنتخب الوطني المغربي، وخاصه يعني رفع من المعنويات اللاعبين بشكل غريب جدا، وخاصه شفناه في جميع المباريات. منذ بداية البطولة المنتخب الوطني المغربي كان دائما يهيمن، كان يعني يهيمن تكتيكيا. يعني الركراكي كنعرفوا بأنه هو يعني كيركز كثير على هذا الجانب التكتيكي. وصراحة المنتخب الوطني المغربي شفناه بأنه كل مباراة كان كيعرف كيفاش يدير الوقت والعدد والمساحات، وهذا يعني خلق واحد النوع من ثقافة كروية في المنتخب بفترة وجيزة جدا، في شهرين تقريبا. فهذا لهذا هو المنتخب الوطني المغربي ضد إسبانيا كانت عنده هدف واحد، وهو يوصل الإسبان حتى الضربات الترجيحية وفلح. صح، هذا هو بس كابتن، يعني انت في فرق انك لما انت بعد يعني انا بوصلهم، وفي بعض المنتخبات يوصلونها بتضييع الوقت وببطء اللعب. لا، المنتخب المغربي كان شرس، صح، وكان يعني بالند خليني اقول لك اياها بهالطريقه. فهذه انا بصراحه امس وانا اشوف المباراه اتذكر كلام اسامه بن عبد الله اول امس ليله المباراه، كان يقول احنا ند واحنا نبحث عن الفوز، وكان يتكلم بحجه قويه انه احنا في النهايه قراب من دولتنا كالمغرب، يعني قريبه من اسبانيا، ولاعبينا محترفين في اسبانيا والدول المحيطه باسبانيا، فاحنا طبيعي انه راح نكون لهم في مستواهم. يعني هذا اللي كنا نشوفه امس، وفي فرص ضاعت المغرب كان ممكن تخلص المباراه حتى بدون ركلات ترجيح يعني. نعم، لانه كيف قلت المباراه ديال امس ديال الاسبان مش هي مباراه كندا ولا بلجيكا ولا الكروات. اسبان حنا كنعرفوا عالميا بانه يعني مختصين في الكرات يعني الاستحواذ الكره بطبيعه الحال. ولكن اخي اسامه، يعني الاحصاءات والارقام اللي عطات غير في هذه 48 ساعه بانه كاين هناك بطبيعه الحال كاين استحواذ الكره السلبي وكاين استحواذ الكره الايجابي. منتخب اسبانيا في المباراه ضد اللي انهزم ضد اليابان كان يعني استحواذ الكره 85%، واخيرا انهزم. صح. فرنسا بطل كأس العالم 2018 30% كانت أضعف منتخب يستحوذ في استحواذ الكرة. ولكن يفوز
تماما. مش دائما الاستحواذ هو المهم صحيح. انك تسجل وكل ما تستحوذ الكره ما تكون عندك نعم. وانت خطر. بس انا اسف على الكلمه، بس بما ان احنا نتكلم طبعا مع الكابتن عزيز ونتكلم على جيل 1986 والجيل الحالي وارتباط الاغاني الوطنيه بتشجيع وحماس المنتخبات العربيه، حماد العبيدي من سوق واقف مع بعض الجماهير المغربيه. شكرا خالد، يعطيك الصحة والعافية. تحية لك اخوان عندك في الاستوديو لكل مشاهدي قنوات الكاس والفنان الكبير عزيز بودربالة. بأمانة شوف كلمة للحق، مجرد ما قلت للجماهير المغربية عزيز بودربالة ما عندنا في المجلس الكل حضر وعندهم ذكريات اصلا معه من 86. يعطيك الصحة. اوكي، عزيز بودربالة من اللاعبين الكبار اللي عطوا بزاف الكرة المغربية، وبهذه المناسبة من زكين بودربالة عين أبينو شيشاوة، أنا ندير لك واحد الأغنية مع الجماهير، وراك كبير وراك عزيز علينا وقدمتي بزاف في الكرة المغربية والكرة الإفريقية، وهنيئا لك داكشي اللي قدمتي لينا، وغنبدا لك بواحد الأغنية. بس قلتي عندك ذكريات مع عزيز بودربالة من 86 في المكسيك. نعم، أنا عندي ذكريات جميلة جدا. أول مرة المغربي يتأهل لثمن النهاية في مكسيكو 86، وكانت ليكيب ديال المغرب فيها عزيز بودربالة، فيها تيمومي، الظلمي، زكي في الحارس، يعني واحد ذكريات عمري ما ننساها في حياتي. والحمد لله خلى لي الله العمر حتى شفت عاوتاني الفريق الوطني المغربي كيطلع عاوتاني اكثر، وهذا شرف لينا وشرف للمغاربه كاملين وشرف للعرب كاملين. ومن هذا الباب الان في مونديال قطر دور الثمانيه، الحمد لله انا من هذا المنبر كنشكر الشعب القطري والضيافه ديال الشعب القطري، يعني ضيافه جميله جدا. وهذا اول مره جينا لها لبلد قطر، ولكن ماشي اخر مره، ان شاء الله غادي نجيو. الحمد لله فتحنا الاندلس، وان شاء الله بنفتحوا حتى البرتغال. عندنا اغنيه من التاريخ المغربي. شوف ربحنا كندا، زدنا بلجيكا، واسبانيا ربحنا كندا، زدنا بلجيكا، واسبانيا ان شاء الله طبيعة الحال راح نربح البرتغال، وباذن الله نلتقي فرنسا او انجلترا وراح نحتل العالم ان شاء الله. صراحه كنا معركه الزلاقه كانت فيها البرتغال واسبانيا، ودابا وهاد المخازن غنرجعوا التاريخ القديم للتاريخ الربع من بعد فرنسا. يعطيك الصحه وباذن الله مربوحه ان شاء الله، مربوحه باذن الله. يعطيكم الصحه. صلاح عندك يا صلاح، شكرا لكم. الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، الله الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، الله سلام على رسول الله إلى الجاي سيدنا محمد، اللهم عجل علي. واليوم الكشخة مكشوخة، الكشخة مكشوخة، والكشخة مكشوخة. عندنا اليوم عزيز بودربالة، ايش تقولوا له؟ الذكريات القديمة. والله نحب عزيز بودربالة، من كبار واعظم اللاعبين الذين مروا بالتاريخ وقدم لك شيء، نحبه بزاف. خويا عزيز بودربالة تحية لك، مغربية من سوق نواف. ها هو لا سوق واقف. وين نواف؟ سوق من السوق واقف وسوق نواف. يعني تقول حق عزيز بودربالة والله نحبه، كنحمق عليك، كنموت عليك، كنموت عليك، كنحمق عليك، لا كنحمق عليك، لا كنحمق عليك، لا كنموت عليك، لا. خلينا نقول الذكريات 86، تتذكرون 86 والاوضاع؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للسي عزيز بودربالة، اللاعب القيدوم اللي اعطى الشيء الكثير للمنتخب الوطني والبطوله الوطنيه بصفه عامه.
وكما كان في هذه المباشره هذا نقولوا واحد الرساله للاعبين اللي غادي يلعبوا ان شاء الله، تنقول لهم يعني خصكم تردوا الامجاد ديال هاد اللاعبين مثل بودرباله، مثل صلاح الدين بصير، والبيت الذي كان على اسكتلندا في 98. تنقولوا للاعبين اللي غيلعبوا الحين ما شاء الله شبيه الركراكي. الركراكي هذا رساله للاعبين والمدرب، تنقول شوفوا ثقوا في راسكم، انتم الاقوى، ما كاينش البرتغال، ما كاينش البرازيل، انتم الاقوى، ثقوا في راسكم. سمعوني شيء مبروك علينا هذه البداية، مازال مبروك علينا هذه البداية، مازال شوف. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. ماشي يا إخوان، يا بيقول شيء، قول السلام عليكم. بعدا شو إن شاء الله خاصكم تعرفوا بأن عندنا الحمد لله أقوى منتخب، جميع المنتخبات تنفتخروا بهم. هذا المجهود اللي عملوا راه ما يمكنش. بونو البارح جبت 3 ديال ضربات الجزاء، ما شاء الله عليك بونو. والبا خاصكم تعرفوا بأنه تمت عملية كشخ إسبانيا بنجاح. الشيء اللي كان اسبانيا حماد اليك الكلمه يا حماد. رونالدو يجي يتصور مع اللاعبين ويروح. الربع سوق واقف موجودين فيه ما شاء الله، كل الأمة العربية موجودة وكلهم احتجوا وقالوا يا أخذت المغاربة، وإحنا مع المغاربة في المباراة القادمة. يعطيك الصحة والعافية. يا أهلا بيك. أنا اسمح لي طبعا بشكركم هنا من قطر في ترحابكم بينا.